مرحلة دراستك وخصوصا فترة الثانوي تعتبر واحدة من أهم مراحل عمرك، لأنها اللي بتحدد طريقك اللي هتكمل فيه بإيه حياتك بعد كده، وبتحدد اللقب اللي هيكون قبل اسمك سواء دكتور أستاذ مهندس. هذه المرحلة هي نقطة التحول، حيث تبدأ في رسم ملامح مستقبلك وتضع الأساس لأحلامك الكبيرة. كل لحظة تقضيها الآن في الدراسة هي استثمار في نفسك وفي مستقبلك. لا تستهين أبداً بقوة هذه المرحلة، فهي البوابة التي ستعبر منها إلى عالم الكبار والمسؤوليات. استعد لتجربة مليئة بالتحديات والفرص، وكن واثقاً أن كل جهد تبذله اليوم سيعود عليك غداً بالنجاح والتميز. في هذه المرحلة من المهم جداً أن ترفع سقف أحلامك لأعلى مستوى ممكن. إذا كان حلمك أن تدخل كلية مثل التربية أو الهندسة أو الطب، فلا تكتفي فقط بأن تتمنى ذلك، بل أحلم بأن تكون الأول على الجمهورية. ربما في النهاية لن تصل لهذا الحلم الكبير، لكن الأكيد أنك ستحقق مجموعاً عالياً يدخلك الكلية التي تحلم بها وأنت مطمئن وواثق. الطموح العالي هو الدافع الحقيقي الذي يجعلك تبذل أقصى جهدك وتستمر في السعي رغم كل الصعوبات. هقول لك على خطوات بسيطة لو عملتها صدقني هتفرق معك جدا، وهتغير كتير من طريقه مذاكرتك. أولا، خصص مكان محدد للدراسة فقط، لا تستخدمه لأي شيء آخر غير المذاكرة. هذا المكان يجب أن يكون مرتبا وهادئا، يساعدك على التركيز ويبعدك عن أي مشتتات. ثانيا، نظم وقتك جيدا، وضع جدولا زمنيا واضحا لكل مادة وكل مهمة. التنظيم هو سر النجاح الحقيقي، لأنه يمنع التراكم ويجعل كل شيء تحت السيطرة. قبل أي شيء، ارفع سقف أحلامك، لا تضع لنفسك حدودا، بل اجعل طموحك بلا نهاية. عندما يكون هدفك كبيرا، ستجد نفسك تلقائيا تبذل مجهودا أكبر وتبحث عن طرق جديدة لتحقيقه. حتى لو لم تصل للهدف الأعلى، ستصل لمكانة مميزة جدا. لا تخف من الحلم الكبير، فهو بداية كل إنجاز عظيم. من الضروري أن يكون لديك مكان مخصص للدراسة فقط، لا تذاكر على السرير أو في أماكن الراحة، لأن ذلك يؤدي إلى فقدان التركيز بسرعة. المكتب أو الطاولة المخصصة للدراسة تساعدك على الدخول في جو المذاكرة وتفصلك عن أي مغريات أو مشتتات. اجعل هذا المكان منظم دائما، وضع عليه كل أدواتك حتى لا تضيع وقتك في البحث عنها. تنظيم الوقت هو المفتاح الأساسي للنجاح. عندما تشعر أنك غير مركز أو غير قادر على الاستيعاب، استغل هذا الوقت في وضع جدول زمني. الجدول يساعدك على توزيع المهام بشكل متوازن ويمنع تراكم الدروس عليك. خصص وقتا لكل مادة، ولا تنسى أن تضع فترات راحة قصيرة بين كل جلسة وأخرى لتجديد نشاطك. كلنا نواجه لحظات من التشتت وعدم التركيز، خاصة مع وجود الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي. الحل بسيط: ضع هاتفك بعيدا أثناء الدراسة، وأغلق أي إشعارات قد تشتت انتباهك. يمكنك أيضا استخدام تطبيقات تساعدك على تنظيم وقتك، ومنعك من استخدام الهاتف أثناء المذاكرة. تذكر أن كل دقيقة تركز فيها تقربك أكثر من هدفك. من الطبيعي أن تشعر أحيانا بالتعب أو الإرهاق أثناء الدراسة. لا تضغط على نفسك كثيرا، بل خذ قسطا من الراحة، واشرب كوبا من الماء أو تناول وجبة خفيفة. بعد ذلك عد للدراسة بطاقة متجددة. تذكر أن العقل يحتاج للراحة ليستطيع الاستيعاب والتركيز بشكل أفضل. لا تجعل التعب سببا للتوقف، بل دافعا للاستمرار بقوة أكبر. بعد الراحة ستجد نفسك أكثر تركيزا وحماسا. استغل هذا الشعور وابدأ في مراجعة الدروس أو حل التمارين. كلما أنجزت جزءا صغيرا من مهامك،
ستشعر بالإنجاز وسيزداد حماسك للاستمرار. اجعل كل جلسة دراسة فرصة لتحقيق تقدم جديد، ولا تستهين بأي خطوة مهما كانت صغيرة. كل دقيقة تقضيها في الدراسة الآن هي استثمار في مستقبلك. تخيل نفسك بعد سنوات وأنت تحقق حلمك وتعمل في المجال الذي تحبه. هذا التخيل سيعطيك دفعة قوية للاستمرار وعدم الاستسلام. ضع صورة لمستقبلك أمام عينيك دائما، وذكر نفسك أن كل تعب اليوم هو راحة وفرح في الغد. عندما تحقق هدفك وتنجح في امتحاناتك، لا تنسى أن تحتفل بهذا الإنجاز. النجاح ليس فقط في النتيجة النهائية، بل في كل خطوة قطعتها وكل تحد تجاوزته. احتفل بنفسك وبإصرارك، وشارك فرحتك مع عائلتك وأصدقائك. هذه اللحظات ستبقى في ذاكرتك دائما، وتدفعك لتحقيق المزيد. تخيل نفسك وأنت تحمل لقب دكتور أو مهندس أو أستاذ. هذا الحلم ليس بعيدا عنك، بل هو أقرب مما تتصور إذا التزمت بالخطوات الصحيحة. كل يوم دراسة يقربك أكثر من تحقيق هذا الحلم. اجعل هذا التخيل دافعا لك في كل لحظة تشعر فيها بالتعب أو الإحباط. ستواجه في طريقك الكثير من الصعوبات والتحديات، سواء كانت دراسية أو نفسية. المهم هو ألا تستسلم أبدا، بل واجه كل مشكلة بهدوء وحكمة. أطلب المساعدة إذا احتجت، ولا تخجل من السؤال أو الاستفسار. كل تحد تتجاوزه يجعلك أقوى وأكثر استعدادا للمستقبل. الدعم من الأسرة والأصدقاء يلعب دورا كبيرا في نجاحك. تحدث مع أهلك عن أحلامك وشاركهم أهدافك، واطلب منهم المساندة والتشجيع. وجود من يؤمن بك ويدعمك سيمنحك قوة إضافية لتخطي أي عقبة تواجهها في طريقك. تنظيم دفاترك وملاحظاتك يسهل عليك المذاكرة والمراجعة. استخدم ألواناً مختلفة للفصل بين المواد. وضع عناوين واضحة لكل درس. هذا التنظيم يوفر عليك وقتاً كبيراً أثناء الامتحانات، ويجعل عملية المذاكرة أكثر متعة وفاعلية. الضغط النفسي جزء طبيعي من فترة الامتحانات، لكن المهم هو كيفية التعامل معه. مارس تمارين التنفس أو الرياضة الخفيفة، وخذ فترات راحة منتظمة. لا تحمل نفسك فوق طاقتها، وذكر نفسك دائما أن كل شيء يمكن تعويضه، وأن الأهم هو صحتك النفسية والجسدية. التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة رائعة للمذاكرة إذا استخدمتها بشكل صحيح. ابحث عن فيديوهات تعليمية أو تطبيقات تساعدك على تنظيم وقتك ومراجعة دروسك، لكن أحذر من استخدامها في التسلية أو إضاعة الوقت. اجعلها وسيلة لتحقيق أهدافك وليس العكس. المذاكرة مع الأصدقاء يمكن أن تكون مفيدة إذا كانت منظمة. حددوا أهدافاً واضحة لكل جلسة، وتبادلوا الأدوار في الشرح والمراجعة، لكن احذروا من تحويل الجلسة إلى وقت للضحك أو التسلية فقط. التوازن هو السر في الاستفادة الحقيقية من المذاكرة الجماعية. التحفيز الذاتي هو أقوى دافع للنجاح. ذكر نفسك دائما بسبب سعيك، واجعل أمامك قائمة بأهدافك وأحلامك. كلما شعرت بالإحباط، اقرأ هذه القائمة وتخيل نفسك وقد حققت كل هدف فيها. هذا سيعيد لك الحماس ويجعلك تواصل الطريق مهما كانت الصعوبات. النجاح لا يأتي في يوم وليلة، بل هو نتيجة للاستمرارية وعدم الاستسلام. حتى لو واجهت الفشل أو الإحباط، لا تتوقف عن المحاولة. كل تجربة تمر بها تزيدك خبرة وقوة. استمر في السعي، وكن واثقا أن النجاح في النهاية سيكون من نصيبك. في النهاية، تذكر أن مستقبلك بين يديك. كل قرار
تتخذه اليوم سيحدد شكل حياتك غدا. استثمر وقتك وجهدك في الدراسة، وكن واثقا أن كل تعب اليوم سيصبح نجاحا وفرحا في المستقبل. أنت قادر على تحقيق كل ما تحلم به إذا التزمت بالإصرار والانضباط. انطلقوا وحققوا حلمك.